والدنيا حتى الدعايات الحين بالتلفزيون. اشكرك ابو سلطان، كنت صريح معانا وصح البرنامج بكل صراحه. نحمل الحكومه جزء من المسؤوليه، ومجلس الامه جزء من المسؤوليه، وايضا الاسر والشباب والبنات نفسهم. معنا اتصال ايضا. ابو جابر تفضل. تفضل ابو جابر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. تفضل انت على الهواء. اقول على ميزان حسناتك انت ويا طاقم البرنامج. جزاك الله خير ابو جابر، جزاك الله خير. الله وانا والله احبكم كلكم بالله. جزاك الله خير. الله يحفظك. بس والله للاسف يعني هالشغله هذه نمر فيها والله وقلوبنا تعورنا يا شيخ. طيب منو تتوقع المسؤول عن هذا اللي قاعد يصير؟ والله المسؤول الناس التربيه في البيت، الاباء والامهات. الاباء والامهات يعني والله ما عندنا عيد، ما عندنا الا الفطر وعيد الاضحى. صح. هذا اللي مذكور واللي وصى فيه الرسول. الناس هذه ما ادري من تجيب هالاعياد يا شيخ نبيل. اشكرك يا ابو سلطان، الرساله وصلت. وشوفوا الناس قاعده تتكلم من قلوبها، ترى الناس يعني حرام اللي قاعد يصير يا جماعه، عيب مو بس حرام، لكن للاسف اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنا اتصال ايضا. اخ باسم. الو نعم تفضل اخوي على الهواء انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. طيب ان شاء الله. الله يسلمك. ارجو ان يتسع صدرك شوي طال عمرك ابو علي. تفضل. الله يجزاكم خير وعسى الله يجعل ميزان اعمالكم ان شاء الله. هذه بس تكفى ارجوك لان الوقت البرنامج بيخلص، حاول تدش في الموضوع على طول. اقصد ان الطرح اليوم جريء وشيء طيب، ولكن شيخ ما تلاحظ يعني الاولى، يعني لا تؤاخذني بهالكلمه والاخوان القائمين على هالقناه، ان توجه نصائحك للقائمين على هذه القناه اللي الان حضرتك طالع على شاشتها، يعني من شوي حاطين هم دعايه تؤيد الفالنتاين وحاطين. صدقت، وانا كنت ايضا ابي اعلق على هذا الموضوع. احنا ما نؤيد سواء اي قناه كانت اي برنامج، وانا ايدك ترى في هذه الكلمه اللي قلتها، وما نرضى لا بدعايه ولا ببرنامج، لكن ايضا جزاهم الله خير ان قاعدين يسمحون لنا ايضا نبين للناس عدم مشاركتهم او تأييدهم لهذا الامر. ولعل البرنامج الذي سيعرض عندنا هو استهزاء على ما يحصل، مواقف كوميديه عن بعض النوع من المسخره على ما يحصل في عيد الحب في مجتمعنا او في بعض المجتمعات العربيه والاسلاميه للاسف. معنا اتصال ايضا. منو معنا؟ احمد. الو احمد دش على طول في الموضوع، ترى احنا اخر دقائق. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخوي احمد. اخوي نبيل اني احبك في الله. احبك الله. اليوم حلقه الحب، كل شيء حب ما شاء الله عليكم. الله يجمع البلاء ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. كلمتين طال عمرك. تفضل. اول شيء نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم صدق. والشغله الثانيه اتمنى من اخواننا اعضاء مجلس الامه والناس المخابر والدوريات يشددون على هالرقابه هذه. نعم. وسلامتك. اشكرك. اشكرك شكرا جزيلا. هذه رساله موجهه لمجلس الامه. في اتصال بعد ولا؟ في اتصال. خلينا ناخذ اخر اتصال لان ترى عندي كلام بقوله لان ما ختمنا الحلقه. معنا اتصال. الو. مساء الخير. مساء الخير. تفضلي. الو تفضلي انت على الهواء. اخوي انا بغيت احكي على عيد الحب وغيره. بصراحه مخيمات الحين طبعا راح. اي تفضلي. الو. اي تفضلي انت على الهواء. تفضلي. مخيمات فيها؟ انا قاعد احكي عن المخيمات بالذات. نعم. طبعا انت عارف شنو الناس مخيمات ما مخيمات بعيد الحب. اي. فيا ريت مخافر واعضاء مجلس امه يشددون على هالموضوع بالذات، لان المخيمات راح تنترس بالفلج هاي. بصراحه انا ما ايد هالموضوع كله، ما ايد انه في عيد حب وفلنتاين وغيره حتى راس السنه بالذات. اشكرك شكرا جزيلا، ونبهتينا على موضوع مهم اللي هو مو بس المجمعات والاسواق، يا رجال الداخليه يا رجال المباحث اشتغلوا حتى في المخيمات، ترى تصير فيها احيانا يعني مسيرات مسخره بس كذي يسوونها عشان شباب وبنات. وهل تعلمون ان هناك شارعا عندنا يسمى شارع الحب؟ وين الدوريات؟ وين المباحث؟ وين الغيورين اللي على الاقل يتجولون في هذا الشارع يمسكون الواحد اذا قل ادبه؟ ترى في شيء اسمه اشياء مخله بالاداب ومخله بالحياء، وعاداتنا ومجتمعنا ترى ما يسمح بهذه الامور كلها. اغلب الناس قاعد يوجهون رسائل لمجلس الامه. لجنه الظواهر السلبيه مشكوره، وصحيح ان اتسع الخرق على الراقع وما ادري خراش ما يصيد، لكن يا جماعه يا لجنه الظواهر السلبيه احملكم مسؤوليه. هذه الان الورود الحمراء والمحلات اللي قاعده تبيع، ترى باقي 3 ايام يمدينا على طول خطاب لوزير التجاره لوزير الداخليه. هل هذا مسموح فيه؟ هل هذه من عاداتنا من تقاليدنا من ديننا؟
يا أعضاء مجلس الأمة ترى أنتم مسؤولين. شوفوا السعودية ايش سوت، شوفوا بعض الهند يا جماعة محلات الورود في أيام الفالنتاين تسكر. هذا الهند حماية للعادات والتقاليد الهندية. احنا يا جماعة هم أحسن منا. والله أنا في إكسفورد ما أشوف هذا اللي أشوفه عندنا. إذن مو بس المجلس الأمة أو الداخلية أو التجارة، حتى التجار اتقوا الله في المسلمين، مو علشان تربحون تضيعون عاداتنا وتقاليدنا وتضيعون شباب الأمة. بنت 15 سنة ضاعت بكارتها، قاعدة تتصل تقول أنا شسوي حامل عمرها 15 سنة. يا جماعة هذه بسبب شنو؟ ترى بسبب هالأعياد وهالمسخرة اللي قاعدة تصير فيها. يا أسر، يا أباء، يا أمهات، يا بنات، يا شباب، خافوا رب العالمين. ترى الاحتفال في هذا اليوم وأي مظهر من مظاهره ما يجوز شرعا في المدارس في الجامعات. خافوا رب العالمين. وأيضا نوجه رسالة لمجتمعنا الفاضل، نقول له إذا صدق كنتم صادقين قولوا أنا في هذه السنة ما راح أسوي أي شيء، بل خل تطيح الورود الحمراء بجبودهم، وعساهم ما يبيعون منها وردة واحدة حمراء، وعساها كل هذه الورود تذبل ويخسرون خسارة شايدة، علشان السنة القادمة ما يفكرون مرة ثانية يحتفلون مثل هذه الاحتفالات. وأسأل الله أن يجعل في قلوبنا أعظم حب. وسوف تبدأ حملة إن شاء الله من بعد يومين، حملة اسمها حملة أعظم حب، وهو حب الله عز وجل، الحب المشروع الذي يدخل صاحبه الجنة. كونوا معنا في الأسبوع القادم برنامج بكل صراحة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.